السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فضلا وليس أمرا. يا ريت لو تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة. تأشيرة العمرة، كيفية الحصول عليها بعد التسهيلات الجديدة من الحكومة السعودية. تحرص حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة على تقديم المزيد من التسهيلات للحصول على تأشيرة العمرة لكل الزوار والوافدين إلى المملكة. وقد أتاحت وزارة الحج والعمرة أكثر من طريقة للحصول على تأشيرة العمرة، منها استخدام التطبيقات الإلكترونية في حجز التأشيرة وكافة الخدمات التي يحتاج إليها المعتمر، حيث يحصل على رقم مرجعي يستخدمه في تقديم طلب الحصول على التأشيرة من منصة وزارة الخارجية السعودية. ومن الطرق الأخرى للحصول على التأشيرة وكالات السفر المعتمدة في بلدان المعتمرين، حيث تتعاقد تلك الوكالات مع شركات العمرة السعودية. وتتيح وزارة العمرة بالمملكة العربية السعودية تأشيرات العمرة للوافدين إلى المملكة طبقا للشروط عامة، وهي عدم الإصابة بفيروس كورونا واستخدام تطبيقي نسك وتوكلنا في الحجز المسبق للعمرة ولمن يتجاوز عمره 5 سنوات. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أجرى في نوفمبر الماضي تعديلات مدة الإقامة في تأشيرة الزيارة لتصبح 3 أشهر، وهو ما أتاح حصول أصحاب التأشيرات الزيارة على إقامة مدتها 90 يوما وأداء العمرة على فترات الحج.